مساء الخير على كل متابعين قناة ميكانيك الصعيد. معانا مشكلة في العربية هونداي اي اكس. كان ماشي 100 فل 14، يتفاجأ بعداد الحرارة فول للآخر، سخنت للآخر. ايه سبب السخونة دي؟ طبعا عارفين ان احنا معظم السخونة بتكون يا اما السير يا اما طرمبة المية وكفت، بس كل ده وليه اعراض. فجأة بيشيك هو على الزيت، على المية، لقي فيه زيت. راح على طول متصل بيا، قال لي تعالى العربية شكلها ضربة جوان وش سلندر، تعالى حل لي وش السلندر. وانا بالفعل ما كدبتش خبر، جبت العدة وجيت على اساس احل له وش السلندر. بس للاسف العربية ما فيهاش وش سلندر. ليه؟ لان وش السلندر زي ما احنا متفقين ان لو العربية ضربة جوان وش سلندر هتلاقي زيت هنا، هتلاقي طحينة هنا، وهتلاقي طحينة هنا. لو لسه في البدايات هتلاقي طحينة تحت، لكن دي ولا طحينة تحت ولا طحينة فوق. في الوقت المكنة راصة جدا، رايقة جدا، صوت المكنة ممتاز، ما يديش إيحاء 1% ان العربية دي ضربة جوان. طب امال ايه الزيت ده يا عم فيك؟ اقول لك انا الزيت ده ايه. الزيت ده انا عرفته من خلال الريحة بتاعته. اولا ده لو زيت موتور بيبقى الطحينة ريمة بيضة عاملة زي الكابتشينو او النسكافيه، لكن ده شاي على لبن. طيب ده ايه؟ تشم الريحة بتاعته تلاقي الزيت ريحته مش ريحة زيت موتور. امال زيت ايه؟ ده زيت فتيس. زيت فتيس. ايه اللي جابه هنا؟ اقول لك انا ايه اللي جابه هنا. اللي جابه هنا ان انا معايا هنا الخرطومين دول، ده واحد ساحب وواحد راجع، بتاعود تبريد زيت الفتيس جوه الليدتير. جوه الليدتير هنا في العلبة دي بيبقى فيه امبول نحاس ساقط في المية، بيبرد لي الزيت اللي طالع من الفتيس. الامبول ده مخروم، اتخرم، فبينزل زيت جوه المية. الامبول ده نظامه في عزلة لوحده، الزيت بيخش من ناحية وبيطلع من ناحية وبيتبرد جوه الامبول، بس الامبول ساقط في المية فقط لا غير، الزيت ما بيوصلش للمية. كون ان الزيت يطلع هنا في المية كده انا عندي الامبول اللي ساقط جوه الليداتير ده، اللي ساقط جوه المية ده اتفزر، اتخرم، باظ، اتاكل. الحل ان الليداتير يتحل ويتغير العلبة كاملة اللي فيها الجنب بتاع تبريد زيت الفتيس. يعني المختصر المفيد ان الزيت اللي طالع هنا مش زيت ضرب جوان وش سلندر، الزيت اللي طالع هنا زيت فتيس، زيت التبريد بتاع زيت الفتيس من جوه الهيداتير. وبالفعل حلينا الهيداتير ورحنا عند عم محمد لبط بتاع الهيداتيرات، حد كويس خالص. من اول ما انا قلت له على المشكلة فهم الحوار على طول، وفور العلبة بتاعت الهيداتير وطلع المبرد الخاص بالفتيس زي ما حضراتكم شايفين. بيفور التيل اللي مقفل بيها العلبة، وبعد ما يفور التيل ينطر العلبة كلها ويحل مبرد زيت الفتيس منها. انا فكرت الاول العلبة كلها تتغير،
طلع ان المبرد لوحده بيتغير من غير العلبة كاملة، ومشكورا عم محمد غير لي المبرد بس. وصراحة روج على الليدتير، غسل ونظف وروج وسلك الليدتير من الزيت القديم، لان كمية زيت في دورة المية كانت كمية غريبة، كمية مشبعة. وحلينا حليت الكوعة بتاعت الترموستات، لقيتها مليانة مشبع برضو بالزيت. فعملنا نظافة كاملة لدورة المية. هو الحمد لله العربية اشتغلت 100 فل و14. المقصود من الفيديو ده ايه؟ المقصود من الفيديو ده عشان لربما حضرتك يكون معاك نفس المشكلة، فممكن توقع مع فني يا اما غير امين، يا اما هو فنياته على الكد، فممكن يحل لك وش السلندر بدون داعي، والمشكلة بعيدة كل البعد عن موضوع وش السلندر. فأنا أي حاجة يكون ليها إفادة بحب أسلط الضوء عليها عشان يبقى حضرتك فاهم المشكلة فين بالظبط. ويا ريت لو أنت جديد في القناة يا ريت ما تحرمنيش بدعمك للقناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واللايك بتاعك بيشجعني وبيخليني مستمر في الفيديوهات المفيدة. زي ما حضرتك شايف المبرد طلع اهو، وفعلا عملنا له اختبار ضغط لقيناه مهرب. عم محمد مشكورا عشان ما يكلفناش علبة كاملة، لقيلي مبرد من عنده وبالفعل ركبه، وكان التبريد كويس بتاعه، وشغل فتيس معايا شغل 10/10 مفيهوش اي مشاكل. زي ما حضرتك شايف الدلتر اتظبط ونضف، وادي كوعة الترموستات مشبعة بالزيت، فلازما ولابد تعمل دورة نظافة كاملة عشان خاطر ده كله يخلي العربية تسخن وتولع نار، لان التبريد المفروض انه تبريد مية بيجي كله زيت. زي ما حضرتك شايف كتل الزيت اللي نازلة من الكوعة. ما تنساش تدعمني بالاشتراك وتفعيل زر الجرس واللايك الحلو، وشكرا لكل المتابعين.